ازيكم عاملين ايه؟ معاكم هدين نجيب، لايف كوتش ويوجا انستراكتور، سول دانسر وديتوكسين كونسلتنت. النهارده جاي اتكلم معاكم عن العلاقات اللي انت بتتعرض لها زي الخذل، او العلاقات اللي بتعرضك لانه شخص بينسحب فجأة، شخص غير مستعد، شخص غير واضح. ليه بنتعرض للاشكال دي من العلاقات؟ او ليه بنتعرض لشخص او علاقة بنجذبها فيها توازن، فيها حياة صحية، فيها تفاهم، فيها تراك صحي وبلان صحية احنا الاتنين متجهين فيها. ايه اللي بيخلينا نروح لده وايه اللي بيخلينا نروح لده؟ قلت في الفيديو انه معرفتك بالنضج العاطفي بتخليك اوير اكتر بأهمية العلاقة العاطفية في حياتك او اهمية وجودها في حياتك. يعني هسألك 3 اسئلة. لو انت دلوقتي عارف انت ليه بتخش في علاقة عاطفية، لو انت دلوقتي عارف انت ليه بتجذب اشخاص سمين او اشخاص بيعرضوك للخذل، بيعرضوك لعدم التقدير، بيعرضوك للانسحاب المفاجئ، لو انت دلوقتي عارف انت عايز تروح فين بالعلاقة الصحية اللي انت عايز تجذبها دي، او ليه هتتحب في العلاقة الصحية اللي انت هتجذبها دي، لو انت عارف اجابتك على الاسئلة دي definitely هتاخد الفايدة من الفيديو، وهتاخد الشعور اللي يخليك او يأهلك ان انت تجذب علاقة صحية، او علاقة فيها استمرارية، او علاقة فيها بلان واضحة. اول حاجة طيب انا ليه فعلا بتعرض للعلاقات اللي فيها مثلا خذل او فيها خيانات؟ اللي بيخليني اتعرض لعلاقة فيها خذل او خيانات دايما بيبقى بسبب انه انا حاسس من جوايا بخوف، فالخوف ده بيأثر عليا وعلى السيستم بتاعي لدرجة ان انا بحس انه انا فيا مشكلة، فالمشكلة دي بتخليني انا مش كفاية. فانا مش كفاية بيعرضني انه انا دايما مع البارتنر ده، او بدي اشارات طاقية انه البارتنر ده من حقه ان هو يخذلني لانه انا مش كفاية، او من حقه يبعد عني او يخوني لانه انا مش كفاية، او من حقه ان هو يحسسني بشعور مش حلو لان انا مش كفاية. فالشعور بتاع الخوف هو اساس انه انا اتعرض للخذل، او اتعرض لشخص ان هو ينسحب من حياتي فجأة، او اتعرض لشخص ان هو مش مستعد في العلاقة. يعني لو انا بجذب اشخاص كتير مش مستعدة في العلاقة، اولا انا ببقى انا كمان مش مستعدة لاني ما جاوبتش على 3 اسئلة، ثانيا ببقى انا كمان عندي خوف داخلي انه انا مش كواليفايد انف ان انا هعرف اشيل مسؤولية علاقة، انا مش متأكد. فانا لو بجذب علاقة فيها شخص غير مستعد او غير واضح، اعرف على طول ان انا كمان غير مستعد للعلاقة، ودايما بسمع نفسي كلام ان انا مش كواليفايد، او ان انا مش قادر اشيل مسؤولية علاقة، او ان انا مش عايز اوصل لهدف الجواز او العلاقة اللي فيها استمرارية. انا لسه باكسبيرينس العلاقات والعلاقات العاطفية، ولسه باخد نضج عاطفي. فالاكسبيرينس دايما، او انك انت احساس انك انت عايز لسه تكتشف نفسك، دايما بيوديك للعلاقة اللي فيها حد مش مستعد. فزي ما قلنا فوق، لو احنا هناخد علاقة فيها خذل او علاقة فيها خيانات، فانا مش بحب نفسي كفاية، وعندي خوف داخلي، وعندي شعور بانه انا فيا حاجة او فيا صفة ما تحبش عشانها، فانا بقيت اكره نفسي فيها. فبالتالي باخد شخص يا اما يقدم لي الخيانة، اما يقدم لي الخذل. ولو شخص غير مستعد يبقى انا مش مستعد كفاية، ولسه عايزة اكتشف نفسي واكتشف النضج العاطفي بتاعي ازاي اعليه. 3 العلاقة اللي فيها حد بينسحب من العلاقة فجأة، فهي دي معناها انه قيمتي في العلاقة قليلة. ودايما لما حد بيجي بيحبني بحس انه هو بجد بيحبني، وافضل اسأل نفسي الاسئلة دي، هو بجد بيحبني؟ هو بجد يعني عايزني انا؟ طب هو انا احلى من فلانة؟ طب هو انا احلى من فلان؟ هو انا بعرف اقدم لها زي ما فلان قدم لها؟ فانا حاسس بكونفيوجن فظيع بانه انا مش هكون الشخص الكافي للشخص ده، فبالتالي الشخص ده هينسحب من حياتي فجأة، لانه هو حاسس انك انت مش بتحب نفسك وقيمتك بالنسبة له قليلة. انت شايف بتوريله انه انت اقل من ان هو يحبك، فبالتالي هو بياخد الشعور ده فبينسحب من حياتك فجأة. فدي الرسائل اللي ممكن تكون موجودة، وممكن علاقة مكان علاقة في نفس السبب. الرسائل دي بتقدم لك العلاقات دي. طيب ازاي اخد نضج عاطفي، او يبقى عندي نضج عاطفي عشان خاطر اوصل للعلاقات اللي فيها استمرارية، وفيها سلام نفسي، وفيها بلان واضحة، وفيها طموح احنا الاثنين مع بعض،
الحياة فيها استقرار إلى حد ما. النضج العاطفي هو إنه أنا في الأول لما دخلت في علاقات ما كانتش أحسن حاجة، يعني لو أنا شخص دلوقتي بتسمعوني وكنت دخلت في علاقات مش أحسن حاجة، لازم أتعلم إنه أنا ما كنش ندمان وما يكونش عندي تروما. لو عندي تروما اروح احررها واتعلم انه التجربه دي حقيقي عملت لي نضج عاطفي. الشخص اللي مش ذكي هو اللي بياخد العلاقه وان هو دور ضحيه، وان هو اتظلم، وانه حد جه عليه، وانه حد اهانه، ويفضل عايش في اللوب دي انه هو الشخص هو اللي جه عليه، وبعدين يدخل في علاقه بعدها هو اللي بيجي على شخص، ويفضل من هنا لهنا في اللوب دي، يعني ان هو يظلم حد وحد يظلمه، لانه هو ما خدش التجربه اللي هي فعلا تخليه عنده نضج عاطفي. طيب ازاي يبقى عندي نضج عاطفي؟ يعني انت بتقولي ان احنا يبقى عندنا نضج عاطفي، ازاي يبقى عندي نضج عاطفي؟ يبقى عندك نضج عاطفي لما تحس ان انت بتعرف تاخد مهارات. يعني الشخص ده مثلا كان بيعلمني دايما انه انا ما اجيش على نفسي، فانا خرجت من العلاقه عرفت ازاي ما اجيش على نفسي، عرفت ازاي ان انا ما بقاش محبط قدامه طول الوقت، وابقى انا بدافع عن نفسي، وابقى انا قوي، وان انا ما احسش باللو سيلف ستيم او ان انا قليل. فانا اتعلمت السكيلز دي. هو كان بيجي عليا عشان انا كنت حاسس ان انا قليل، انا عرفت انا كنت حاسس بايه، فبالتالي هو اداني رد الفعل ده. تمام. فكل ما انا ظبطت النقطه بتاعت انا ليه خدت الرد الفعل اللي ما كانش عاجبني من فلان ده، فانا من جوايا بظبط اللي انا مش عايز اخده تاني في علاقه تانية، وبحرر الخوف اللي وراه، وبحرر القلق اللي وراه. ففي كل علاقه خدت منها حاجه مش عجباني، او انا لسه ما دخلتش في علاقات خالص، ادخل في علاقات بنيه ان انا اجرب واشوف نفسي هكتسب ايه سكيلز ازاي، وممكن تنجح، وممكن تبقى علاقه استمراريه، وممكن انتوا الاثنين تبقوا بتشتغلوا على بعض وتكملوا. فمش بالضروره ان هي اول علاقه فلازم تفشل يعني. بس المهم ان انا ابقى عندي الحس بتاع انا لما باخد رد فعل مش عاجبني بشتغل على الشعور اللي حصل له تريجر، يعني الشعور اللي طلع وقت ما انا كنت متضايق من الشخص ده، فبشتغل على الشعور ده واعرف جاي منين. اسال نفسي اسئله: هو انا ليه حاسس بالخزن؟ واحده اتهانت، هو انا ليه حاسه بالاهانه؟ هو انا ليه تعرضت للاهانه؟ انا تعرضت للاهانه لان انا من وانا صغيره اتعرضت لان حد بينتهك حدودي، ممكن كنت بتضرب في البيت، فتعلمت انه ده عادي. فدلوقتي جه الوقت ان انا اتعلم احمي الحدود بتاعتي، اتعلم احمي نفسي من انه حد يعدي حدوده معايا. ففي كل اكشن حصل معاك مش عاجبك اتعلم انك تطور الشعور اللي ضايقك قصاده. فده النضج العاطفي. النقطة التانية بتاعت انه انا منين اعرف العلاقات العاطفية اهميتها ايه في حياتنا. العلاقات العاطفية اهميتها ايه في حياتنا؟ اهميتها انه انت اولا عندك نية انه العلاقة العاطفية بتخدمك وبتخليك شخص نافع اكتر، بتخليك شخص صالح اكتر، بتخليك شخص بتروح شغلك بفايبس اعلى، بتقدم شغلك وانت بليفل من الطاقة عالي. فكل ده انت بتستفيده من البارتنر الصحي او اللي بيقدم لك حياة صحية. فانت فاهم كويس قوي ان الموضوع مش بيرسونالي، يعني انت مش لو في علاقة فالمجتمع كله باصص لك انك اتأخرت في الجواز، لا انت مش باصص لها كده. الموضوع مش بيرسونالي، الموضوع ان انت دخلت في علاقة صحية او بتطمح تخش في علاقة صحية. ليه؟ عشان تخدمك انت. ماليش دعوة الناس بتبصلي ازاي، ماليش دعوة انا هبقى واقف فين، ماليش دعوة انا هتقيم ازاي، ماليش دعوة الشخص ده المفروض يبقى في بوزيشن ايه عشان يقولوا فلان خد فلانة او فلانة بقت مع فلان وراكبة كذا. ملوش دعوة نهائي. هو ليه دعوة بان انت هتستفيد من العلاقة دي ازاي ومركز بيها على هدفك ازاي. فكل ما انت بقيت اوير ووعيك عالي في الجزئية دي، كل ما معرفتك بأهمية العلاقة بقت اعلى، انه ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك الشخص المناسب عشان خاطر انت ظبطت وعيك على انه انت مش بتقيم الصورة الذاتية بتاعتك من خلال ان انت تبقى في علاقة، لا انت عايز تقدم دورك على الارض بشكل صحي اكتر. فربنا بيبعت لك العلاقة دي بكل سهولة، مش عشان انت من جواك حاسس انك مخوخ، او زي ما قلنا انك حاسس بخوف انك مش كفاية، او انك زي ما قلنا انه احنا حاسين ان احنا
قليلين، فاحنا ليه مش معانا علاقة؟ فانا لو انا بقيت في علاقة اكيد هحس ان انا مش قليلة. فبالتالي بيفضل يجيلك علاقات زي ما قلنا فيها خذل وفيها خيانات وفيها انسحابات وفيها عدم وضوح وفيها عدم استعداد. فلو عرفت تدرك كل النقط دي وتسأل نفسك ال3 اسئلة اللي احنا قلناهم وتجاوب عليهم بشكل مظبوط زي ما شرحنا، اكيد 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 هتوصل ان انت تمسك الطريق بتاع انك تجذب علاقات صحية. واول ما تلاقي انه علاقة في علاقة انت بتجذب شخص احسن، اعرف ان انت ابتديت تجذب الفلو الطاقي الصحي من العلاقات. يعني مش لازم من اول ما تطبق تاخد علاقة صحية على طول، لا، ممكن تاخد علاقة نص نص صحية، شخص احسن من اللي قبله، وما تتضايقش ان انت ما استمرتش في علاقه. عادي، يعني عادي انك تخش في علاقه وما تستمرش وتبقى العلاقه مش افضل حاجه، بس انت بتمسك الفلو الطاقي ده او التراك ده بتاع الحياه الصحيه او العلاقات الصحيه، وبعدين بتوصل من خلاله. وصدقني انا بقولك انك هتوصل لو طبقت زي ما قلنا، ولو صبرت على نفسك وما فضلتش تستعجل عشان خاطر تاخد علاقه بيرفكت. لا، خد وقتك وتأنى، ما تقيمش نفسك من ان انت تبقى في علاقة. خليك بتشتغل على نفسك، لانه اساس اي علاقة ان انت تكون شخص نافع وصالح. كانت معاكم هدير نجيب، زي ما قلت لكم لايف كوتش ويوجا انستراكتور وسول دانسر والحاجات دي. اشوفكم في فيديو تاني، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا شير عشان في ناس كتير عايزة تستفيد. كانت معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر، وديتوكسين كونسلتنت. انا كنت مبسوطه ان انا معاكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، ولايك، وتعملوا كومنتس، برد على كل الناس، وتبعتوه لناس كتير عشان ناس كتير تستفيد. اشوفكم في فيديو تاني، باي باي.